الدوله بتعمل ايه بقى؟ اولا بتطمنا فاطمنوا يعني لو عايزين تطمنوا من الدوله يا ما طمنتكم الحقيقه الدوله. فتجاربكم مع اطمئنان الدوله يعني ربنا يقويكم. اللي بيحصل دلوقتي انه بكره هم ناويين يمضوا الاتفاقيه وهيصدقوا عليها طبعا، ونقعد احنا نسمع بقى من مسؤولينا ومن بعض الحقيقه الناس المتحمسين ويقول لك احنا لو الامور استحقت الدفاع عن مياه النيل ولو بالقوه المسلحه سنحارب من اجل مياه النيل ومن اجل حقوقنا التاريخيه. اولا اتضايقني قوي حكايه حقوقنا التاريخيه دي، لانك انت تخليت عن تاريخك. انت تخليت عن تاريخك، فما تقولش حقوقنا التاريخيه والنبي. قول اي حاجه، قول حقوقنا وخلاص، قول حقوقنا الجغرافيه. لا بلاش حكايه حقوقنا التاريخيه دي، لانه اللي يتخلى عن تاريخه، انت عارف اللي مالوش اهلي الحكومه اهله، واللي مالوش كبير يعني يشتري له كبير. فاللي يتخلى عن تاريخه يستحمل بقى. فالقوه المسلحه ايه اللي احنا نحارب بيها يا جماعه؟ اولا دول 10 دول. قوه مسلحه ايه؟ هنحارب 9 دول 10 دول؟ حارب ايه يا راجل؟ وبعدين هو خلاص عجزت عن اي حل يمكن ان تقدمه في موضوع ميه النيل لدرجه ان انت بتقول احارب. وبعدين يا اخي ده احنا ما حدش فينا يا حكومه مصريه نطق لما مصريه قالت لك هنضرب السد العالي الراجل الليبرمان الارهابي المجنون ده، ولا كل يومين يطلعوا يضربونا برصاص على الحدود. ما حدش فينا نطق وقال لك احنا ندافع عن مش عارف على السد العالي بنحارب اسرائيل. خافوا يقولوا كده. جيت بقى على كينيا ورواندا وكونغو. عاصمة كونغو ايه؟ عاصمة كونغو ايه؟ هو عاصمة كونغو ايه؟ طب عاصمة رواندا يعني عاصمة تنزانيا. طب بلاش عاصمة اريتريا ايه؟ يعني احنا بنتكلم على دول نعرفها من خلال الاهلي والزمالك. احنا بنعرف الدول دي بس احنا علاقتنا بافريقيا ان احنا ابطال الامم الافريقيه. احنا ابطالها في كرة القدم. ومع ذلك حتى ما استثمرناش ده. يعني احنا هل فكرنا، هل المشرع المصري صانع القرار في مصر طبعا لانه قاعد في اوضه ضلمه وبيعمل الكلام ده لوحده وفاكر هو اللي فاهم كل حاجه النظام، والحكومه فاهمه انها ابو العريف وبتاع ليه؟ لانه طبعا كل الناس بتسقف لها طبل وزمر وانت العظيم وانت المدير الذي وانت المش عارف ايه الفهيم الحكيم البتاع. فطبيعي طبعا ان الناس الحكومه متصوره نفسها يعني طاووس. انتوا عارفين الطاووس اساسا بتاع 3 كيلو، لكن لما بينفش ريشه يبان لك في الاول يعني انه حاجه ايه بتاع 100 كيلو. هل عملنا حاجه؟ يعني انا هسال يعني مشاهدينا الكرام، خصوصا انه في بعضنا هنا في المصورين زمايلنا تحمسوا بداوا يردوا على عواصم الدول اللي يقول لك كينشاسا. فعايز اسالهم بمناسبه وانت قاعد برضه يا ريت تبقى بنفس حماس مصورينا ونقول احنا عملنا ايه لدول حوض النيل. يعني هل فكرنا ان احنا نستثمر هناك؟ طبعا من اولكش كده اول امبارح طلع احمد لطيف وقال لك احنا بنعمل مشاريع استثماريه. طبعا هو ما بيعملش، هو بدا يتكلم عن مشاريع استثماريه. انما هل مصر اشترت اراضي هناك مثلا؟ هل رجال اعمال نزلوا في افريقيا في ال10 دول دول اشتغلوا فيها استثمارات بتخطيط مع الدوله، بتنسيق مع الدوله، بل بتمويل من الدوله؟ ما حصلش ده خالص. هل احنا اهتمينا طول الوقت قاعدين نتكلم والازهر والمش عارف مناره الاسلام والقاهره ومش عارف ايه؟ هل اهتمينا يا جماعه ان احنا نودي شيوخ الدول دي وتلتقي بمسلمين او نعمل جوامع على حسابنا هناك نبنيها، بدل ما احنا قاعدين نبني في حاره 3 متر عرض 40 جامع والميكروفونات داخله وبقى التحدي الميكروفون مين صوته اعلى وبيذيعوا الصلاه على الهواء مباشره بناس بتقرا قران صوتها ما انزل الله به من سلطان، حاجه غريبه جدا يعني. فهل احنا عملنا، هل فكرنا ان احنا نروح الدول دي؟ هل فكرنا ان احنا ناخد محمد ابو تريكه وحسام حسن وحسن شحاته وننزل بيهم مثلا جولات شعبيه في الدول دي ونعمل مؤتمرات ومهرجانات وناخد كاس افريقيا ونلف بيه على الدول دي ونعمل حاله من حالات الامتزاج بشعبها؟ هل فكرنا زمان كان عندنا في مصر حاجه اسمها الاذاعات الموجهه وكانت باللغه السواحليه كمان لغه الصومال. كان ليه؟ عشان نتواصل مع الشعوب دي. ما عندناش حتى فضائيه موجهه لافريقيا.
على الاطلاق. ما فكرناش حتى ننزل افلامنا افريقيا نترجمها وننزلها، ما فكرناش حاجه خالص، ما فكرناش حاجه خالص. يعني على سبيل المثال مثلا رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه، قولوا لي كده كم مره زرنا الدول الافريقيه؟ يعني في بعض الزيارات الرئاسيه لفرنسا 55 زياره، ومثلا في المانيا حوالي 40 زياره، وفي ايطاليا حوالي 24 زياره، والسعوديه طبعا دوله عربيه شقيقه في اكثر من 50 زياره. كل دي زيارات رئاسيه للدول دي. كويس. زرنا اثيوبيا كم مره؟ زرنا اريتريا كم مره؟ زرنا اوغندا كم مره؟ مفيش اي نوع من هذا التواصل على الاطلاق. لا تواصل بالزيارات الرئاسيه او الوزاريه، ولا تواصل بالدين، ولا تواصل بالثقافه والمثقفين والتعليم والمدارس والجامعات، ولا تواصل بالاستثمار. عايز اقول لك وانقح من كده، ولا تواصل بامن حتى. يبقى احنا عايزين ايه؟ ثم بالكره تنطيط، ما احنا بتوع الكوره بقى، فبنتنطط عليهم في الكوره كمان. والمعلقين في التلفزيونات يقول لك انتوا عارفين اللاعب الافريقي الخشن؟ خشن يا راجل. دروجبا ده الراجل هداف الدوري الانجليزي، عامل 29 جول. لاعب مش عارف ايه، وتعرف اصل اللاعب الافريقي ومنتهى التعالي والترفع، مع ان هدافينك اساسا في الدوري العام المصري دلوقتي كلهم افارقه. انما حاله من الترفع كده والنفخ. هي دي مشكله مصر الحقيقه، ان احنا في الخمسينات والستينات حيث كنا قوة حقيقية إقليمية كبيرة عند العرب، كنا زعماء عرب، صرف النظر عملنا إيه بالزعامة ده موضوع تاني، وكنا زعماء إفريقيا، كنا زعماء العالم. احنا كنا زعماء كتلة عدم الانحياز، دي كتلة اللي كانت قصاد أمريكا وروسيا كده. يعني كان نهرو وعبد الناصر وتيتو قصاد أياميها بقى خرشوف، ولا مش عارف كان مين اللي أعتقد خرشوف، وقصاده ايزنهاور. يعني لا، يعني كنا جداد، يعني لا مؤاخذة كنا جداد. فاحنا دلوقتي حالة من الحالات استثمار التاريخ ده بالنفخ. انا احيانا بحس ان احنا ولاد ناس محترمة قوي، ولاد اصول، وكان عندهم قصور وعندهم يعني مزارع، وناس ولاد اصول بقى واغنياء وعز، ويفتقرنا وقاعدين على الرصيف زي عزيز بيه الاليت، لبسنا مرقع، ها، وحاطين رجل على رجل، وبنشرب شيشه، ورأينا ان الناس دي كلها حقيره. الناس دي حقيره. انتوا فاكرين احمد مظهر في الايدي الناعمه؟ خونه، ها؟ هو يا جماعه في ايه؟ فوقوا، اصحوا، بلاش النفخ ده. فانا رايي ان موضوع النفخ ده لو احنا استمرينا فيما يتعلق بموضوع مياه النيل، فابقوا قابلوني. لو استمرينا بهذا المنطق لن نجد مياه النيل، ودي مساله يعني يصح ان احنا برضو طالما احنا في حضرة الافلام، والفقرة اللي جاية بعد كده معانا نجم سينمائي كبير وجميل، والاستاذ خالد ابو النجا، وفيلم هليوبلس مع ريم ماجد. ففي حضرة الافلام دي عايز افكركم بان عبد السلام النابلسي لما زينات صدقي قالت الفكرة العظيمة في شارع الحب، قال لهم يا جماعة كل واحد يضرب أخوه قلم، ها؟ فاحنا برضو المفروض فيما يخص موضوع النيل، واكتشفنا فجأة المصيبة اللي حصلت دي، كل واحد يضرب أخوه قلم، طرخ طرخ طرخ، عشان نفوق شوية في الموضوع.